السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا كامل بصحه وعافيه وانتم تشاهدوه في هذا الفيديو ان شاء الله. جيت كل يوم بفيديو جديد مع راه روتار بس كنت حابه نحطه من قبل، لكن اداره اليوتيوب كانت تحذف فيه للاسف. كان فيديو متنوع بزاف لكن اضطريت اني نقص فيه. اليوتيوب راه يحذف لي فيه بزاف مقاطع من اليوتيوب، نقص تفاعل. ان شاء الله تتفاعلوا مع هذا الفيديو ان شاء الله. نعود ديما نحط لكم. سبب الغياب تاعي انه كانت القناه تاعي تتحذف منها فيديوهات في كل مره كنت نحط. ان شاء الله في قادم الفيديوهات تتفاعلوا، راح تطلع القناه تاعنا وراح نشارككم بروتين رمضاني هايل بزاف في قادم الايام، ووصفات رائعه ومتنوعه، وكاين حتى تدابير راح نشاركها معكم باذن الله. اليوم حبيت نجي نشارك معكم بعض المشتريات في بداية الفيديو. بداية نبدا لكم بهذا الطاجين الهايل بزاف اللي كان شراه لي بابا ربي يحفظه ككل رمضان وككل مره يتفكرني بالماعن، لانه على باله باللي نشتيهم بزاف. شرا لي هذا الطاجين، ومن قبل كان شرا لي برمه تاع فخار ومعها زوج صحونه تاع الشوربه. انا عاودت كملت لهم 4 هكا، عندي 4 صحان تاع شوربه والطاجين، وعندي لاسيري. دوك من بعد نحط لكم لا فوتو تاعها. شريت هذه المنظمات ايضا هايلين بزاف، منظمات شريتهم ب35 ألف من عند شفراق. ايضا هذا الصحن الكبير بغيت نشارك معاكم، هذا ثاني شراه لي بابا، بعثه لي مع الماعن اللي كان شراهم لي من قبل. هايل بزاف، يصلح للطاجين، يصلح للديسير، يهز بزاف يعني لا كونتيتي، وباهي بريزونطابل، تجي فيه باهيه بزاف الماكله. كاين هاد لا كورباي ثاني تاع الخبز هايله بزاف، حتى هذه كنت شريتها من عند شفراق. متواجد حذا شامي لي بيس تاع الدوله، اللي ساكنين في خنشله راح يعرفوه. كاين هاد الملاحه ثاني راني حطيت لكم فيها الملح باه تشوفوها، شريتها من عند محلات ناصير في خنشله دائما. هاد الغامكه كنت نحيتها لماما شراتها لي، كي رحت لقيتها شرات قلت لها عطيلي وحده. كاين هاد الكاس تاع لي ميزور كان عندي واحد تكسر لي، عاودت شريت واحد. شريت هذا السباتول هذه، وكنت من قبل شريت بانسو، وكاين ثاني سباتول هذه اون سيليكون. كاين بزاف مشتريات عاودت استخدمتهم بنات، ما قدرتش نستنى حتى ندير لا فيديو. شريت هذا ثاني لوحه تاع التقطيع، وشريت من قبل وحده من عند شفراق ب90 ألف. هذه قلت نخليها غير اللي فروي وحاجه هكا، يعني ما نديرش بها ديما. والبيضه شريتها للبصله للدجاج. شريت ثاني هذه اللي يخبزوا عليها، تقدري اوسي تحطي عليها البيتزا، تبريزونتي فيها اللي قاعتو تحطي فيها قداه من حاجه. كاين هذا ثاني الطقم هذا الصغير اللي كان وصلني من عند واحد الصفحه تاع محلات جوجيل. شاركت في المسابقه تاعهم وربحته الحمد لله، كانت مسابقه رائعه بزاف. هذو هما المشتريات تاعي. اللي هنا حبيت نشارككم بواحد التطبيره اللي هي القشور تاع البرتقال، اللي كنت ديما وين نقشر البرتقاله، يعني كل ما نقشر حبه تاع تشينا نخبي هذوك القشور يكونوا بالطول. شوفوا البنات، ونخليهم يشيحوا، يعني ديريهم في بلاطو. هنا بعد ما يشيحوا البنات تجيبي بابي فيلم هذا وتحطيهم لداخل وتخبيهم في لو كونجيلاتور. راح تحتاجيهم في بزاف استعمالات، يعني تحتاجيه في المطبخ طبعا. تحطيه في لي سيرو تاعك اللي ديري بهم بسبوسه ولا قطايف ولا تشربي به الكنافه، راح يجي هايل بزاف وبنين. ما تقدري تحطيه في لو سيرو تاع طاجين حلو تاعك، راح يمد واحد لوغو هايل بزاف. هاد لاستيوس البنات ان شاء الله تجربوها، احسن ما كاين اللي يربيوه ويحطوه هكا ابار، مي هاد لاستيوس تكون احسن واحسن. من هنا من جهه واحده اخرى حبيت نشارك معكم طريقتي تاع شباح السفره. لهنا عندي 3 كيلات تاع اللوز، انتم استخدموا اي نوع مكسرات حبيتوه. هنا عندي نص كيلو تاع سكر عادي، لو سكر كريستاليزي. حطيت لهنا لو سكر، راح نخلط بيان هذا لو ميلانج هذا. كيما قلت لكم بنات تقدروا تستخدموا اي نوع مكسرات، سواء كاوكاو ولا جوز لوز بيستاش، تقدروا ديروا ميلانج تاعهم. كل وحده عندها الحريه في الاختيار تاع المكسرات اللي تحطهم في شباح السفره. نديروهم في الطاجين، ما مع العين بقره والزبيب، ما تقدري ديريهم حتى وحدهم. هنا عندي 2 ملاعق تاع ماء ورد، اذا ما عندكش ماء ورد تقدري تستخدمي ماء زهر. بعد ما جمعت الخليط تاعي بشويه تاع ماء ورد، راح نبدا نحط الصفار. انا استخدمت 2 تاع صفار البيض في البدايه، من بعد عاودت زدت الثالث.
لهنا عندي حوالي 300 غرام تاع اللوز. بعد ما جمعت هذاك الخليط تاعي وتحصلت على عجينه متماسكه، حاولوا تعجنوهم مليح بين يديكم حتى يذوب هذاك السكر كامل. لهنا راح نغلف هذا العجينه هذه ونخليها ترتاح حوالي ساعه ساعتين، يعني باه يجيكم الشكل تاعها مليح وما تتحلش في الزيت. لهنا بعد ما فتحت العجينه تاع اللوز، شوفوا البنات السمك تاعها حوالي 3 سنتيم الى 4 سنتيم، يعني انا ما نحبش نديرهم عاليين بزاف وما نحبهمش يكونوا هابطين. انا لهنا خيرت نديرهم على شكل قلب كامل. نتوما راهم يتباعوا لي زومبورط بياس تاع الشباح متشكلين، يعني كاين نجمه، كاين هلال، قلب، مربع، مثلث. نتوما ديروا الشكل اللي تحبوه. انا كل عام كنت ندير اشكال مختلفه، السنه قلت ندير غير لو كور. فوالا شوفوا البنات الحبه تاعي كيفاه تجي متحوفه باهيه بزاف. انا هذه الطريقه اللي معتمدتها في الشباح اللي نديرها ديما. ما مش شباح تاع الكاوكاو البنات يجيو بنان بزاف. انتي اذا ما عندكش اللوز تقدري ديري كاوكاو، تقدري تزيدي عليه شويه لاغوم تاع اللوز ولا الجوز، وراح تشكلي بيهم شباح تجي باهيه بزاف وتزيني بها طاجين الحلو تاعك. تقدري ديريهم في سيرو وحده، ولا تقدري تحطيهم مع العينه والزبيب. هذو هما الحبات تاعي، حوالي 300 غرام تاع اللوز، خرجت لي اكثر من 30 حبه تاع الشباح. لهنا عندي بياض البيض، راح نحط المقله تاعي تسخن، يعني نحط الزيت تاعي تسخن في مقله تكون ثقيله المقله هذيك، باه يطيبوا لكم الشباح تاعكم مليح من داخل وما يتحمروش في ساعه. لهنا راح نغطس حبات الشباح تاعي في البياض البيض، من بعد نحاول نمسحهم شويه، يعني تقطروهم مليح وتخليوهم على سطح العمل ينجفوا. تقدروا ديروا حتى دي سيرفيات، يعني دي بابي كابسوربون، باه ينشف هذاك البيض، وكي تقليوهم ما يجيش يعني الشكل تاع البيض باين. هنا بعد ما سخنت الزيت تاعي راح نحط حبات الشباح تاعي اللي راح نقليهم للمره الاولى. نقص النار باه يكتسبوا واحد اللون الاصفر، باسكو كاينه المره الثانيه راح نزيدو نعاودو نقليوهم للمره الثانيه. جوست لهنا نحطهم، ما نطولش عليهم، نعاود نقلبهم من الجهه الاخرى وما نخليوهمش يتحمروا البنات. ثم نحيوهم كما راكم تشوفوا. انا وجدت صحن وحطيت فيه كسكاس باه يقطروا هذه الحبات. هكا البنات تقلى الشباح تاعنا وتكتسب واحد اللون اصفر. هذو هما الحبات في الاخير تاع الشباح تاعنا، راح نخليهم يبردوا. من بعد راح نعاود لهم للمره الثانيه، نعاود نغطسهم في البياض تاع البيض كيما المره الاولى، ونعاود نمسحهم شويه ونزيد نقليهم حتى يرجعوا بيان دوغي، يعني يكتسبوا واحد اللون ذهبي احمر شويه، يعني ما يكونش اصفر. حاولوا تحمروهم غير شويه، تحميره باهيه، باه كي تحطوهم في الطاجين تاعكم يجي باهي مشبح. فوالا البنات، هذه هي الطريقه الصحيحه للشباح، يجيو بزاف بنان معسلين من الداخل، ما يجيوش يابسين ويجيو خفاف. كيما راهو موضح في الفيديو، هذا هو اللون المناسب للشباح. كي تشوفوهم اكتسبوا هذا اللون تعاودوا تنحيوهم، تخليوهم يقطروا مليح من الزيت تاعهم، تحطوهم في بابي ابسوربون، ومن بعد تحطوهم في دي بواط. تقدروا تخبيوهم في الكونجيلاتور، يعني تقدروا تحتفظوا بهم في الفريغو تاعكم لمده طويله. وكي تحطوهم في الطاجين تاعكم ولا مرقه حلوه، كل واحد كيفاه يقول لها،
ما تخليوهمش يطيبوا بزاف، يعني تخليو حتى لو سيغو تاعكم يثقال شويه، من بعد تحطوهم وتخليوه يطيبوا حوالي ربع ساعه من با ولا 10 دقائق، رايحين يزيدوا يتنفخوا في هذاك السيرو ويتشربوا مليح هذيك العسيله ويجيو لداخل خفاف ما شاء الله. دونك هذه هي الوصفه اللي شاركتها معكم النهار اليوم، وصفه تاع شباح باللوز هايلين بزاف، ان شاء الله تجربوها. كما قلت لكم كنت حابه نحط لكم فيديو قبل يعني باه توجدوهم، مي ما هيش روطه للدرجه هذه، تقدروا درك بعد تنوضوا وتوجدوا هذه الوصفه هذه. من جهة أخرى جيت نشارك معكم واحد الطلبية اللي كانت وصلتني. الطلبية تاعي تاع طقم للمطبخ، تخوصو للمطبخ تاعي. كنت كومونديت كومونديت من عندها 3 حوايج. اولا هذا الريدو تاعي الطاقه تاع الكوزينه، مازال نزيد ان شاء الله ندير من عندها ريدو تاع الباب ان شاء الله تاع الكوزينه. هذا الريدو هايل بزاف، مخدوم بالقماش والفولاغ كما راكم تشوفوا، موديل هايل بالبزاف وخدمتها متقونه، والتيسي اغسليه وما تخافيش، يعني كيما تغسليه كيما يبقى. شوفوا لهنا البنات كاين هذا ثاني الريدو تاع البوطاجي، بما انه انا مازال ما درتش لي بورت البوطاجي تاعي. هذا هايل بزاف القماش. كما قلت لكم الريدو والريدو تاع البوطاجي مع بعضهم جاوني ب 350 الف، ما يصدقوني لا كاليتي تاع التيشو هايله بالبزاف. شوفوا ميم لو موديل تاع الريدو جديد مخدوم بالفولاغ دوبلي، كاين فيه يعني زوج طبقات تاع الفولاغ، وحده جات يعني ماهيش مفتوحه جزء واحد. كنت كومونديت من عندها اوسي هذا الشومان دو طابل، صدقوني البنات الخدمه تاعها مهما صورتها ما عطيت لهاش حقها. الشومان دو طابل هذا خدمته اوسي لا طابل مونجي تاعي. حابه نشري واحده اخرى ان شاء الله في لا كويزين، هذه درتها في الاول. شوفوا البنات الاتقان، شوفوا لي الجمال هذا، وما شفتوش لا كاليتي تاع القماش. وهذا خلصته ب50 ألف، يعني كلش جاني ب400 ألف. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم. وصلنا للختام، راح نخلي لكم يعني رابط الصفحه تاع الخياطه هذه ادم زدرا، راح نخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. سلام.